حاجة الناس كتيرة بتستغربها، إن مصر أكتر بلد فيها فلوس وأكتر بلد تقدر تستثمر فيها، لأن انت شايف أنت. كده دايما أنا شايف كل كده. كل اختلافاتنا وقعداتنا في الحوار ده. أنا شايف مم. كده. أنا مم. شايف إن أنت تقدر تعمل فلوس من البلد دي أكتر من أي بلد تانية في العالم هتعمل منها فلوس، لعدة أسباب. أنت هنا بتخدم 120 مليون بني آدم. مم. في أي دولة بره 120 مليون بني آدم، نسبة القوة الشرعية. القوة الشرائية عالية، مم. نسبة النولج عندهم مش عالية، نسبة الأولويات عندهم تكاد تكون زيرو. مم. انت لو في جيبك 200 جنيه ممكن تروح تاكل بيهم، ويا صح. عم بكرة نبقى نشوف الدنيا بتقول ايه، وهنشوف اليوم هيمشي ازاي. بالظبط بالظبط. فهتعرف تبيع له. مم. الخلايجة هم مش أغبياء. مم. الخليج اللي بيجي يستثمر في بلدك وبيشتري وبيدفع أرقام، عشان هو عارف إن اللي هو هيشتريه النهاردة هو يكسب قصاده أضعاف أضعاف. أضعاف أضعاف. مم. لأن هو عارف إن أنا النهاردة أنا بشتري الأرض ديت أو بشتري ديت أو بشتري ده، فأنا هكسب كتير. فانا بالنسبه لي مصر بلد ان انا اعرف استثمر فيها، بلد اعرف اعمل منها فلوس، بلد سهل ان انت تضحك على اي حد باي حاجه بلعبه الترند.